السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا مع بعض وصفات حلوة أوي في القناة، حلويات سهلة بسيطة وكلها على قد الإيد. النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض الجلاش. حلوة أوي الوصفة دي لتجهيزات رمضان. عايزة أقول لكم إن أنت مش هتدهني ورقة ورقة ولا أي حاجة، وبيطلع مورق وجميل جدا، وكمان الحشوة اقتصادية وسهلة وسريعة. ممكن تعمليها سادة، وهقول لكم بقى ازاي اللون بتاعها يطلع ذهبي كده وحلو تحفة يا جماعة بجد الوصفة دي. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنحضرها الشربات، عشان لازم يكون شربات الجلاش بيكون بارد وتقيل. معايا كوبايتين من السكر، والكوبايه العادي بقى السكر العاير بالميه، يبقى كوبايتين سكر، كوبايه ميه، عصير ليمونه. الناس بقى اللي تشكي ان الشربات معاها بيسكر، ما تقلبيش خالص. انا مش هقلبه ولا هاجي جنبه، برفعه على النار. اول ما بتغلي بهدي عليه النار او بخليه على نار وسط لمده 10 دقايق، بعد كده بطفي عليه النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا معايا لفه جلاش، طبعا اي نوع جلاش انت حباه. اللفه ديت وزنها 350 جرام، اللي بنجيبها عادي جدا من السوبر ماركت. طب اول ما هتجيبيها بتكون متلجه، سيبيها بدرجه حراره الغرفه لحد ما تفك خالص من التلج، بعد كده بتبتدي انت تشتغلي بيها. لو حاولتي ان انت تفتحيها وهي متلجه، الورق هيتكسر معاكي ومش هتنفع خالص انت تشتغلي بيها. هعمل ايه؟ اول حاجه هبتدي ان انا اقسم كميه الجلاش، هو تقريبا بيكون 12 ورقه، فانا هقسمه، هاخد 6 طبقات. انا عديت كده 6 ورقات وابتديت ان انا اقسم. في حته اتقطعت مني عادي جدا، ما تخافيش، مش هتأثر ولا اي حاجه، كل ده هنعالجه وهوريهولك دلوقتي. حاجه بقى مهمه جدا يا جماعه، الجزء اللي احنا هنشيله مش هنشتغل فيه لازم نغطيه بفوطه. ليه؟ لان الجلاش من الحاجات اللي هي سهله قوي، لو اتعرضت للهواء بينشف بسرعه. وشيلت الجزء، والجزء ده بقى اللي هو فيه القطع، حبيت ان انا اشتغل معاكم فيه في الاول عشان اوريكم ان هي عادي جدا ما بتأثرش باي حاجه. بتلفيها بقى من الطول او العرض، هي ما بتفرقش. طيب بالنسبه للحشوه، انا معايا جوز هند وزبيب، حشوه اقتصاديه وبسيطه جدا. ولو ما عندكش حشوه عادي جدا ممكن تعمليها ساده، بتطلع والله حلوه جدا. حطيت بقى شويه جوز هند، طبعا ده كل ده متبقي من رمضان، وشويه زبيب. عايزه اقول لكم ان الزبيب ده انا اللي عاملاه في البيت، يعني ما شاء الله حلو جدا، ما بنفرقوش عن اللي بنجيبه من بره، كنت عملت معاكم في القناه. بحط بقى كده كميه من جوز الهند والزبيب مش كتير، ممكن تحطي سوداني، المكسرات اللي عندك تحطيها، ولو ما عندكيش زي ما قلت لك اعمليها ساده. بعد كده هبتدي بقى ان انا الفها زي الرول، بس بتبقى مبططه كده زي ما احنا مش شايفين، لحد ما اخلص اللف. شايفين بقى سهله ازاي؟ ولا ورقت ورقه ورقه ولا اي حاجه. انا عايزه اقول لكم ما خدتش معايا 5 دقايق، بس بجد النتيجه في الاخر بتطلع روعه. جبت بقى السكينه، هي كانت بارده معايا، فانا دلوقتي هغيرها معاكم، لان بصراحه غلبتني اول عماله اقطع، حسيت ان انا هاخد وقت في التقطيع اكتر ما انا خدت وقت في اللف. فجبت سكينه تانية وابتديت ان انا اقطعها كده سبعات وتمانيات لحد ما اخلص بقى التقطيع. شايفين سهله ازاي؟ بسيطه جدا جدا. بعد كده بجيب صينيه، اي صينيه عندك، ألمونيا، بايركس، اي نوع، تيفال، اي نوع صينيه براحتك خالص، بدهنها كده بالسمنه او بالزيت. انا بصراحه دهنها زيت، ممكن تدهنيها سمنه زي ما انت حابه، بس هي مش بتفرق قوي. بعد كده هبتدي ان انا ارص بقى الجلاش سبعات وتمانيات كده، زي نفس التقطيع اللي احنا عملناه، عشان ما ياخدش مسافه معانا او مساحه معانا في الصينيه. بنشيلها بس بالراحة. وبعد كده الجزء التاني هعمله بقى بحشوة مختلفة. ده شوية بندق كده، برضو كان متبقي معايا من رمضان مش كتير، وابتديت ان انا احشيها كده بندق بس، زي ما قلت لك الحشوة اللي انت حاباها. وابتدي برضو ان انا الفها بنفس الطريقة كده، بس اهم حاجة بتكون متبططة لحد ما اخلص الكمية. وبرضو هقطعها سبعات وتمانيات، وزي ما انتم ملاحظين انا ما دهنتش لسه ولا اي حاجة. طيب هنعمل ايه بقى؟ هجيب 3/4 كوباية من السمنة على زيت، ممكن تستخدمي سمنة بس، ممكن تستخدمي سمنة على زيت أو زبدة على زيت زي ما انت حابة. بس أنا حطيت كده يعني شوية من الزيت علشان بس ما تكونش تقيلة. يعني استخدمت نص كوباية سمنة وربع كوباية زيت، سيحتهم بس على النار، مش سخنين ولا دافين ولا أي حاجة. بعد كده ابتدي بقى إن أنا أسقي كل كمية الجلاش. ما تخافيش، الكمية مش كتيرة ولا أي حاجة، باخد كده بالمعلقة، وعلى كل واحدة ببتدي إن أنا أحط تقريبا معلقة. اهم حاجة لازم نغطيها كلها بالمادة الدهنية علشان تورق كده معانا ويكون طعمها حلو. هي خدت معايا المقدار بالظبط، يعني ما حطيتش كوباية ولا اي حاجة، ال3/4 كانت مظبوطة بالسنتي. بعد كده بكون مشغله الفرن على درجة حرارة 180، اللي بحطه على الشبكة اللي في النص، بيقعد تقريبا من 20 ل25 دقيقة. بس قبل ما بدخله الفرن بسيبه كده لحد ما تشرب الكمية
بتاعت المادة الدهنية، بعد كده بدخله الفرن. وده كده الجلاش بعد ما استوى لازم يطلع من الفرن سخن والشربات يكون بارد وتقيل، ونبتدي ان احنا نسقيه بالشربات، ما تكترش قوي عشان ما يكونش سكره زياده. في حاجه بس مهمه عايزه اقول عليها، ان هو خد معايا في الفرن من 20 ل 25 دقيقه. اول ما اخد لون كده من تحت ذهبي حلو ولون ذهبي كده اصفر من فوق خفيف، بطفي وبشغل الشوايه عشان يديله اللون التحفه اللي احنا شايفينه ده. بصوا انا بسقيه بقى كويس جدا، وزي ما احنا شايفين انا ما بكترش الشربات، يعني تقريبا على كل واحده كده معلقتين او معلقه كبيره من الشربات، شايفين؟ طبعا حسب الرغبه، بس عشان ما يكونش سكره كده زياده وتقدروا ان انتوا تاكلوه. حلو جدا جدا يا جماعه، وهش ومورق وتحفه، مع اننا مش دهنين ورقه ورقه ولا اي حاجه، بس هوريكم دلوقتي قد ايه لونه حلو جدا ومورق. بجد جربوه، سهل سريع وحلو كده اقتصادي، مش مكلف خالص. هتعمليه في البيت بكل سهولة وهيعجبك جدا ويعجب الولاد. شايفين بقى عامل ازاي؟ بقلاوة حاجة روعة. بصوا بقى مورق ازاي وشارب الشربات كده من جوه. طبعا هي لسه سخنة، بس انا حابة ان انا اوريها لكم قد ايه ان هي مورقة، مش مكتومة ولا اي حاجة. طريقة سهلة وسريعة وما خدتش معانا اي وقت. بصوا بقى اللون من تحت عامل ازاي، تحفة. جربوه وانا متأكدة ان هو ان شاء الله هيعجبكم. ده كده كان الفيديو النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو بتشوفوني لاول مرة تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو انا بنزله. وما تنسوش يا حبايب قلبي بالله عليكم تعملوا لي لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع وما يقعش، ويا ريت تشيروه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني فيديوهات جايه جديده ان شاء الله. لو اي حد عنده اي حاجه عايزها قولولي وانا ان شاء الله اعملها لكم، وسيبوا لي رايكم في التعليقات. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا لكم والسلام عليكم.